دلوقتي انا عايز افهم حاجة واحدة بس. دلوقتي الراجل تركي آل الشيخ ده، الراجل ده طبعا رشة حلوة في الكاف، وخد استضافة السوبر الافريقي عنده، وهتلاقي في السعودية في موسم الرياض. ليه مش عارف، بس مش مهم. وكلنا عارفين ومتأكدين ان الراجل ده اهلاوي 100%. والراجل ده شفنا احتفالاته ازاي بيحتفل بفوز النادي الاهلي على نادي الزمالك في النهائي الكاس اللي شفناه طبعا. ازاي هو اللي ينظم؟ وطبعا هنجيب تحكيم من عنده طبعا لان هو المنظم البطوله. انا عايز اسال سؤال، الكاف هو اللي هينظم وهو اللي هيدير وهو اللي هيجيب التحكيم، ولا الماتش كله بيتباع لسياده المستشار يجيب الحكام اللي هو عايزهم وينظم براحته وكالعاده ويشجع فرقته النادي الاهلي؟ لان انا سمعت ان في كلام ان ريال مدريد احتمال يلاعب الفايز من الماتش ده سوري افريقي. فانا متهيألي تركي آل الشيخ اكيد هيفضل فوز النادي الاهلي